اوكي، هذا الفيديو متابعيني حيتحكموا بيومي. انتم متعودين ان انتم يكون في حركة وهيك بس طلعوا. كيفكم؟ احذروا وين رايح الحين. مش فحص كورونا، ما تخافوا، خلاص خلصنا من مسيرة فحص الكورونا. قررت قرار صعب كتير، حيفاجئكم كتير، بس خلاص قررت اني اروح على الجيم عشان بلشت شوي صار عندي لغليغ لو انتبهتوا. هذا الفيديو كمان لسه مش مقرر شو عنوانه، بس حقرر شو عنوانه قريبا يعني. هلو، كيفكم؟ صار معي اشي على اساس كنت اصور فيديو، الدنيا حلوه كل شيء تمام. ذاكرين امبارح لما قلت لكم رايح على الجيم؟ انا نازل على الجيم التوت رجلي نفسها تبعت اللي عامل فيها عمليه، فالتوت اكلت هواء وهلا منفوخه وبتوجعني ومش عارف امشي، فبس هيك قاعد بالدور عم بستنى اروح عند الدكتور اشوف شو الوضع. اوكي، متذكرين امبارح قلت لكم رايح عند الدكتور؟ صار اشي غير متوقع، او متوقع بصراحه، مش عارف بصراحه، متوقع يجبسني. اوكي، بس حياه صعبه صارت، بطلت اقدر اتحرك. المشكله احمد مش بالدار، ما عندي حدا يدير باله علي، ما عندي حدا يعني. كاسه المي لو بدي اجيبها بدي امشي للمطبخ اللي هو باخر الدنيا، اشرب المي هناك وارجع عشان ما بقدر احمل قنينه مي وانا على العكازات. اوكي، عم بضحك بس عم بعيط من جوا. ماشي، المهم هلا بدي احكي لكم مشكله صارت معي. كثير غريبه المشكله. ماشي، فهلا لو بتلاحظوا انه البنطلون طلعوا، فما في اي طريقه اشلح البنطلون. انا امبارح جبستها وبصراحه ما قدرت اصور طول اليوم، انه كنت هيك متعب نفسيا عشان مجبس رجلي. واليوم يوم الجمعه بالاردن، عندنا يوم الجمعه في حظر كامل، ممنوع تطلع من البيت اصلا. ماشي، اللي صاير انه ما عندي ولا اشي بتاكل بالبيت، وما قدرت اجيب اشياء بتتاكل امبارح. صعب اوصل للمطبخ، صعب اطبخ اشي. اوكي، ما عندي حدا يطبخ لي. تلاقي له حل هذا، فاقترحوا كيف الواحد يشلح. هذا اللي صار يعني. مش عارف شو بدي اسوي بصراحة. بتعرفوا اني انسان حركي وبحب اتحرك وهيك خلال التصوير، يعني بكون كثير بتحرك بالفيديو وهيك، فبصراحة مش عارف كيف بدي اصور فيديوهات. بديش اصور لكم فيديوهات وانا متمدد على التخت كمان عشان حيطلع بيض. اوكي، جوي مش كثير حلو بالحكي وهيك. ماشي، شو بدنا نعمل؟ شو بدي اعمل؟ ملل. نزلت على الانستغرام، لو انت مش متابعني على الانستغرام خلاص تابعني على الانستغرام عشان تشارك بهاي الفقرات. نزلت ستوري ايش بدك اعمل رجل ايش، فكتير في طلبات، فيلا نبلش. ماشي، اكسر رجلك الثانية. ليش؟ على فكرة هاي الشغلة موجودة عندي. اسمعوا انا كسرت رجلي. 3/4 المسجات مو سلامتك عمر، ما تشوف شر حبيبي، لا عمر حط زيت زيتون عليها. طب اخوان انا باكل هواء. عمر ارسم عليها. مش لاقي قلم يا زلمه. طلع اسمع، كنت بنفل بالعلب تبعتي، لقيت قنينة سبرايت بكيسها، مش عارف ليش. بكون فايع بالمدرسه، بكون عندي اياه هذا، بكتب كل الالوان. ما بكتب. شكله الاقلام غرفه احمد، ما حامشي لغرفه احمد. حصير اتنقل بهذا الكرسي. هذا تعرفوا كرسي المكتب عليه عجلات وهيك، عشان بصراحه العكاز متعب. بسم الله، طلعنا من الغرفه هاي الطريق على الكرسي. اي اوه، في شغلات اي تم. هي مهارات الرسم تبعتي بس لهون يعني. عم تعرفوا اني كنت بدرس هندسة عمارة ويفترض بعرف ارسم، بس انا ما بعرف ارسم. اي شو بدي اعمل؟ طلع لا خبطت رجلي. طلع. اوكي خلينا نشوف كمان. في اشي عم بتكرر كتير. اوكي، وشكلي حامل وخلاص. جيبوا لي اشي اكثر الجبس فيه. خلاص، وين قنينة زيت الزيتون؟ بدي زيت زيتون الحين. قربنا على المطبخ. اسمع، انا عندي فكرة انه انتقل على غرفة احمد اعيش فيها عشان قريب على المطبخ. حنرجع للحلول التقليدية في علاج الرجل. الحلول التقليدية بتتضمن حط زيت زيتون عليها. هلا بدي اكسر الجبس واحط زيت زيتون. اوكي خلاص، عادي اعمل كت هون انتوا صدقوا اني حطيت زيت زيتون. ماشي، البيس بنطلونين فوق بعض. اوكي، زي ما قلت لكم انا مش عارف اشلح بنطلوني الحالي، فنشوف لو في بنطلون بوسع. لو في بنطلون بوسع بلبسه عادي، بس انا ما ظنيت انه في بنطلون بوسع ورجلي هالقد ضخمه. في قهوه هو. ياي شوي دقيقه بدي اشرب قهوه، سامحوني. ما باجي على المطبخ كثير، المطبخ مشوار بصراحه. حاتم دحمشي
بحكي لكم ما تنسوا اللايك والسبسكرايب وجرس الاشعارات. شكرا لك حاتم انك ذكرتني. ما تنسوا جاني طلب احكي لكم نكت. كلكم تعرفوا اني كثير مضحك انا كانسان. دائما في كومنت على كل فيديوهات بتيجي انه عمر انت كثير بتضحك. ما بعرف مين بيعملها. احكي لكم نكت هلا بس دقيقة افتح على جوجل اشوف نكت. نكت 2020 تحشيش. دائما بيطلع لكم احسن نكت بالدنيا لما تكون قاعد مع اصحابك وحابب تكون تبين مضحك. تعمل جوجل نكت 2020 تحشيش. واحد احول سألوه شنو امنيتك؟ قال لهم اشوف واحد ماشي لحاله. مش قادر ما اضحك. انت المشاهد لا انت مش قادر ما تضحك. خلاص كمل عشان خليكم تضحكوا اكثر. صرت تحبوني. قهوجي خلف ولد من غير وش. واحد تايه بيسأل مسطول ايه اسرع طريق اروح بيه المستشفى؟ قال له غمض عينيك وعدي الشارع. هي الحلو هاي النكت انه بالنكته بيكون مكتوب لك عشان تعرف انه هلا لازم تضحك. اوكي انه هلا خلصت النكته خلص يلا اضحك. اوكي خلص فقرة النكت انتهت. اسف بعرف حتشتاقوا لها. بصير اعمل لكم اياها اكثر. اسمعوا كثير في طلبات انه اعمل اشي بس بكون في احتمال انزل على رجلي او اخبط رجلي فانا ما حاعملهم عشان بهتم شوي بصحتي. صرت مو زي زمان كنت افرط زيت زيتون والقصص هذاك. خلص هذاك الماضي الاسود تبعنا. وقعد على الكرسي ووقف 10 مرات. 1 2 3 4 خلاص بكمل. اوكي في طلب اشي مرتب شباب. هذا زي انا كنت بتمنى يجيني هذا الطلب. اوكي هلا بتشوف شو هو. نورجيكم المية بتسخن. طلع ما تسألوا ليش في جرابات هون. احيانا هيك في شغلات بتكون موجودة بالدار بس انت ما بتعرف ليش. خلص بس موجودة يعني اشي موجود. اضبط الكاس. السكر وين؟ لا السكر فوق. امسك مرتبان السكر هيك تعمل. سبحان الله الواحد رجل واحدة بطل يقدر يستعملها عشان مكسورة. طلع قديش عمل الشاي صار صعب. بعرف انه صاير ادخل حكم ورجلي بس مكسورة. اوكي بس انه جد يعني الواحد مش قادر يستعمل رجله. وطلع قديش عمل الشاي صار صعب. روح على الحمام ابصر شو ابسط شغلات بتعملها وانت مش متخيل قديش هي مسهلة لك هيك يعني. عرفتوا كيف؟ من جد شيء هيك بفجر المخ يا زلمه. اوكي نكمل نشوف باقي الطلبات. 10 بوش اب 10 نطات. بدناش نعيدها. اوكي حلوه. ضلك نادي على اخوك وضلك اطلب منه طلبات ورا بعض. يلا نادي على احمد. احمد يلا لو احمد موجود كان خليته يعمل بدي اياه. ترى الحلو تكون رجلك مجبصه. اي حدا هيك بتتعامل معه بعاملك بلطف انه خلاص هيك زي كانك بنت حلوه. بدي افقس بيضه بوجهي. اوكي بتوجع. هي الثلاجة. كيف اسكر الثلاجة وانا هون؟ لا خليها تزمر. ما بتفقس. هيا فقستها بوجهي. وجهي حمراء من البيضة. يا الله الغباء يا الله. كثير عم بيجيني ارسم على الجبس انه غير عن اللي رسمتها اصلا. خايف اروح عند الدكتور هيك يطلع علي يلاقيه كل رسومات وهيك. انه الدكتور شوي بيحترمني. بديش يخسر كل احترامه. اوكي حاول تمسك رجلك باستعمال شيء من وجهك. صعبة. للفقرة الأخيرة حنعمل اشي مميز. حقطع البنطلون. هلا حتشهدوا انا بقطع من اكثر البلاطيل اللي بحبها. ما تجرب هذا الاشي بالبيت. ما تحاول تقطع بنطلونك. عزيز على القلب لكن انتهى عمره. خدمني كويس. هاي كانت الحلقة لليوم. اتمنى تكون عجبتكم. بعرف مش كمان فيديوهاتي العادية بس خلص الواحد شو بده يسوي يعني. فنشوفكم على الحلقة الثانية على الفيديو الثاني.
نشوفكم على الفيديو.